أيها الوالدان راقبا أبناءكما الذكور على وجه الخصوص، راقبوهم في مشيتهم، في تحركهم، في ملابسهم، في تسريحة شعورهم، فإن كثيرا من شبابنا اليوم قد أصابهم التأنث والتخنث، يضعون الأقراط في أذانهم وعلى صدورهم القلائد. وحدث عن تسريحات شعورهم الغريبة التي يتشبهون فيها بالنساء، وحدث عن المساحيق التي يضعونها في وجوههم، وحدث عن صفة كلامهم وصفة مشيتهم. عجب عجاب سن نراه في شباب المسلمين يتشبهون بالنساء. فراقب ابنك يا عبد الله في هذا، راقبه وتداركه في أول الأمر. إن وجدت شيئا من ذلك عليك بالنصح والتقويم قبل أن يتفاقم الأمر فيصعب التغيير. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. رواه الإمام البخاري.